يا مرتضى ان شاء الله طيب يا اخي. ابدا لك من وين ولا من وين يا مرتضى؟ طيب اسمعني كويس. زالت الخوفة وزالت الدهشة وبقى جواي حرقة، عرفتها؟ حرقة على نفسي، حرقة على بنات بلدي، حرقة على بناتي، حرقة على أي معلم أنت بتعرفه في الجزيرة عامة، ما في مدني بس. كنا قاعدين مطمنين متخيلين إنه نحن عندنا جيش بيحمينا في حدودنا للجزيرة، متخيلين إنه نحن محروسين آمنين مطمئنين. جينا تاني جوا متخيلين إنه الشرطة في خدمة الشعب، قفلنا بيوتنا ونمنا. قبال يوم يا مرتضى تخيل احتفال انضرب فيه رصاص يحرر أي مدينة محتلة في الوطن العربي. الناس اللي ماتت ساي يا مرتضى من الرصاص الطايش يقطعوا القلب. انا ما اعرف هم احتفلوا على شنو، في حين انه خط الشرق هناك رفاعه كانوا رسائل واصلانا انه والله الدعم السريع مسيطر سيطره تامه، لكن لسه زي ما بقولوا شنو الغرقان اللي بيتعلق بالقشه. ده كان حالنا يا مرتضى، ده كان حالنا. قلنا خلاص جيشنا بيحمينا ونحن قاعدين على الاقل مأمنين المداخل الكبيره اللي بتدخل لمدني. تمام، ان شاء الله تصبح الواطه. نسمع ليك من هناك اهلنا في حنتوب وين قالوا الدعم السريع دخل. شفت يا مرتضى يوم القيامه يوم الحشر الناس الجاريه اللي بيقول يا نفسي الناس دي، انا شفت اليوم ده يا مرتضى الناس خافت تترعبت اتملت خوف خرافي طبعا على الحاجات اللي احنا بنسمعها اللي بيجري. والله العظيم يا مرتضى في نسوان جاريات في الشارع بجلاليب، الواحده بتخش في صدمه وفي حاله نفسيه ما بتتخيل انه ممكن زول يمرق يخلي جناه وفي نسوان مرقوا يخلوا عيالهم. وبعدين معظم البيوت معظم الاسر في مدني يا مرتضى قاعدين النسوان اهلهم مغتربين ورجالهم مغتربين يا مرتضى. جرينا شرك جرينا غريب ما في. لكن والله 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 اسمع مننا كلمه يا مرتضى، الجزيره دي ثاني ليوم يبعثون. كان زول قال كلمه جيش في خشمه المفروض يدو طلقه. يا اخي نحن الاجسام فاضيه، ما في اللي بنعرفهم حق المعرفه. نسمع عليك بفلان ما فيش، فلان مشى سنار، علان مشى سنار، رتب كبيره قالوا يا روحنا ساقوا اولادهم جروا فاتوا. لكن تعال شوف يا مرتضى بس يعني اللوحه رسموها ناس الدعم السريع في سينا المواطنين. نحن ديل والله العظيم حايمين ورا الناس في الشوارع يطمنوا في الناس رجعوا بيوتكم. زول بيسالكم ماف، زول بيتعرض لمرة ماف، زول بيتعرض لشيخ ماف، زول بيتعرض لطفل ماف. والله والله يا مرتضى الاكل ادوا الناس، القروش قسموها للناس. ارجعوا يا جماعه بيوتكم، نحن ما عندنا مشكله قالوا مع المواطنين، ما عندنا مشكله مع المواطنين. ويا مرتضى كلمه تسمع انه ده جيش بيتداوس، انا الكلمه دي شفتها حقه حقيقي والله العظيم. ولدنا العمر 10 سنه 10 سنه بيشوفوا 10 12 سنه، انا شخصيا ما ادي عمر اكثر من كده يا مرتضى. الناس ديل فيهم رجاله فوقهم رجاله يا مرتضى وفوقهم قوه. انا هسه عرفت الفرق بين انت تقاتل يا مرتضى، انت تقاتل عشان عقيده قتاليه مؤسس بعقيده قتاليه وعارف انت بتعمل في شنو، وبين انت زول ساي هوان زي ما هم بيقولوا تجري. يا اخي ما عيب؟ ثاني ده ربي بيجي بيلاقونا ولا بيجي بيواجهونا ولا على الاقل بيجوا خاشين مدني. كيف انتوا خليتوا بيوت مفتوحه فيها نسوان فيها بنات فيها عروضكم فيها شرفكم، ولا اي واحد فيكم هماو طلع اسرته؟ والله يا مرتضى غير حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. الليله المساجد دي كلها بتدعي بخشم واحد، نحن في البيوت بنقول حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. ده نحن كنا متكلين على حيط مايله، متكلين على حيط مايله. الناس ديل يا مرتضى كتار كتار كتار، عربات سايقين المواتر قلت لك اقسم بالله يا مرتضى ما بيتلاحقوا وبيمشوا بس قدام خطوه كده واحد كراع وترجف ترجع عليه ورا ماف. وكنا بنتمنى انه كان يلقوا يا مرتضى زول عشان يورونا فيهم كده شوف العين، لكن للاسف جروا بالمعنى الحرفي للجري، جروا يا مرتضى. الناس دي ماشيه يا مرتضى باي منفذ بيطلعوا عليه مدني، شايلين شنطنا وشايلين اكياسنا وشايلين فرشاتهم وسايقين الناس بالدرداقات، الناس العجايز سايقينهم بالكراسي المتحركه، بتلقى ناس سايقينهم بالسراير بالمراتب يا مرتضى. منظر للجنازه والزول بيكون حي شايلينه على اربعه وهو حي. كلام زي ده يا مرتضى انا من الله خلقني وما سمعت بيه ما سمعت بيه. واسي اهلنا البعيدين بعيدين امروا تعال نمرق كيف؟ رجعنا والله قاعدين في بيوتنا مرتاحين مطمئنين، وهدير الشوارع ملانه ماشيين وجايين. زول فيهم والله العظيم يا مرتضى بيرفع راسه كده عايل اللي مر في عينه ماف. زول فيهم نهر ليه ومره ماف، بتلقى بيقول لك يا اخي بيعملوا لكن احنا الان الحمد لله ما شفنا شيء. وغيته انا واحده من مواطنين الجزيره والله العظيم تاني ما بتمنى اسمع كلمه جيش في اضاني ولا بوليس ولا اي قوه تابعه للقوه النظاميه. هسه هذا السجن فاتش يا مرتضى. يعني هم دايرين يعملوا فينا شنو؟ كانوا بيتمنوا يعملوا فينا شنو؟ انتوا بيسلمونا لناس انتوا مسمينهم اعدائكم، بيسلمونا لهم تمشوا يلا. هسه الليله هم بيقوا اعداء. اي قريه في الجزيره استقبلتهم بالتهليل وبالتكبير وبالترحاب، وهسه هذول قاعدين. لما ديلك جروا هم حرسونا، ولما ديلك جوعونا ديلك كلونا، ولما ديلك جروا خلونا نحن عرضهم في الشارع ديل ستروا علينا. ثاني في شنو يا مرتضى؟ ثاني في شنو؟ مدني سلم التسليم مفتاح، ومدني دي ما بتشبه اي ولايه في ولايه السودان. زعلي وحرقتي كلها كانت على شنو؟ على الناس الجروا من المراكز بتاعت الايواء بعد ما بقت لهم وطن ثاني وبقت بعد ما بقت لهم بلد ثانيه. دموعنا جاريه بنودع فيهم مخلوعين ومزلوعين ومفزوعين ما عارفين يمشوا وين. والله العظيم في ناس بس طلعت محل ما كل عينهم ودون. المسؤول منو يا مرتضى؟ نحن نقول حسبي الله ونعم الوكيل مع راس والوكيل مع راس كل ثانيه. نقول شنو بس؟ انت قايل يا مرتضى هنا دي الناس عندهم اخلاق، دي ناس عندهم اخلاق، لا ناس عندهم دين ولا عندهم شهامه ولا عندهم رجاله. اللي بيجي بيخلي النسوان والله العظيم مش غنوا له عيال عوين جروا. والله انا مرة وانا بتشرف انه انا الدي راجل يجري يخلي عرضه ويخلي شرفه. ديل بيجوا عيال حاجه اللي احنا لسه في الدنيا دي ما لاقتنا. كيف انتوا تجروا تخلونا؟ بس الحمد لله رب العالمين الصوره السيئه اللي كانوا موصلينها للناس عن الدعم السريع نحن لقينا العكس. جابونا من الخلا ومن البرد اقسم بالله اولادنا بيتماسكوا اثنين وبيبكوا، وصلونا لحد بيوتنا قالوا لنا خشوا يا اخواتنا يا خالاتنا يا عماتنا. والله العظيم الواحد رقبته مكسوره على الواطه ما بيملى عينه فيك. اقعدوا انتوا دايرين يصلكم لحد عندكم، اكلكم شرابكم علاجكم بيجيكم باذن الله. ونحن اصلا ما طالبين غير انه نقعد في بيوتنا امنين، بس نقعد في بيوتنا امنين. واتمنى يعني اي زول هرب جرمي مدني، بس زاد الناس اللي قاعدين في الحتات المؤثره، الناس اللي شغالين في الاسواق، اللي شغالين في الافران، الناس اللي قاعدين في المستشفيات، الناس اللي قاعدين في الكهرباء في المويه، تعالوا راجعين
خلونا نعيش بس، القاسم علينا الله نعيش، لكن الجري ما حلانا، والله الجري ما بحل. الناس تيجي تقعد في بيوتها تعيش حياتها، بعدين دي دوله، نحن هسه حاليا دي مواضيع بتخص الدوله، نحن مواطنين، خلونا فيما يخص المواطنين. خلونا فيما يخص المواطنين. مواطن من حقك تقعد في بيتك امن، كهربتك متوفره، مويتك متوفره، البغالات مفتوحه، المخابز مفتوحه، المستشفيات مفتوحه، ده حقنا نحن. الكفر لنا رب العالمين. اي زول انا والله بتمنى اي زول يسمع كلامي ده اول حاجه يقول حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم الى ما لا نهايه. وتعالوا خلوا الناس تقعد، خلوا الناس تقعد في بيوتها، حرام والله العظيم الخلا. النسوان ولدوا، الواحده الحين الله يكرمك بترشك، يا ماتت يا مات جناها. مرضى الفشل الكلوي جروا، مرضى السرطان جروا، مرضى الامراض المزمنه جروا، علاجات ما في، الخلل البعالي من يوم مرتضى. هسي الناس ديل القاعدين والمافيشين نتواصل معاهم، نحن دايرين نعمل اليه بس تحفظ الاستقرار للجزيره، بس تحفظ الاستقرار. نقعد في الواطه ونعرف وين نقعد نقول شنو ونعمل شنو، والناس تطمن بعض، واللي في يدينا نحن في يدين بعض كده، والجايانا من الله حبابه. هنعمل شنو يعني؟ الاليه دي يمشوا يقعدوا مع الناس اللي هسي خلونا ليهم، مش نحن هنمشي نقعد مع كيكل، مش من هسي هم القاعدين هم الحاكمين هم اللي ورونا الصوره الكويسه لانهم دايرين يساعدوا الناس، نحن هنمشي نقعد معهم. التفاصيل اول باول انا بوريك الحاصل.